اللي يعمل الرقاق زينا نقول له يا عمنا انتي هتفتي، ما كلنا بنعمل رقاق، ايه العجب يعني في كده؟ لا طبعا مش كلنا، مش زي رقاق ايمان ادريس واكلاتها الجامده، ده غير اي رقاق. رقاق مقرمش ومبشبش ومنغنغ وحاجه كده، ايه اخر طعامه واخر حلاوه. تعالي معايا اقولك انا بعمله ازاي. بصي الجمال، شايفه اللون؟ تحفه تحفه تحفه. بصي يا ستي، اول حاجه بسخن الصينيه بتاعتي جدا، بعمله في صينيه ألمونيوم واسخنها قوي 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 على البوتاجاز، لدرجه ان انا لما احط السمن ابص الاقي السمن ساح وقدح على طول في الصينيه. واول ورقه ببلها من ناحيه واحده، ما بلش الناحيتين، هي ناحيه واحده. الناحيه اللي ناحيه الصينيه بتبقى ناشفه، ليه؟ علشان ما تلزقش، عشان ما تلزقش في الصينيه. وبعدين عايزه اقول لك الرقاق الناشف الشوربه بتاعته بتبقى دافيه، الرقاق الطري هي اللي شوربته بتبقى سخنه سخنه حبتين يعني، لكن الرقاق الناشف يا دوب الشوربه تبقى دافيه. وتبلي كده من كل الحروف، وبين كل ورقه والتانيه تحطي سمن، يعني ورقه ورقه لا، ورقه ورقه لا. والصينيه بتاعتي يا اما بعملها 6 ورقات يا اما 8 ورقات، 4 تحت وبعدين العصاج و4 فوق. كويس كده؟ كويس كده، تمام كده؟ قوليلي تمام كده، اصحي معايا ودوسي لايك. حبايبي والله. يلا نقول الدعاء الجميل بتاعنا بقى اللي بيملى بيتنا خير وبركة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمها نعمة علينا يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واحفظنا واحفظ أولادنا واحفظ أزواجنا، ووسع أرزاقنا وافتحها في وشنا، وارزقنا برزق عيالنا، واجعل لنا في كل خطوة سلامة، واكتب لنا في الطيب نصيب يا رب العالمين. اللهم آمين. واحفظ أولادنا في فلسطين وانصرهم وثبتهم يا رب العالمين. اللهم أعزهم ولا تذلهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم اكرمهم ولا تهنهم يا رب، ثبتهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم آمين. بصي بقى، تقولي لي اللحمة قليلة، انا بحب يعني احنا عموما بنحب العصاج اللي في الرقاق ما يبقاش تخين، يعني يبقى طبقة خفيفة كده، يعني صغيرة، يعني الصينية بحط لها ربع كيلو بس مفروم، ما بحطش نص كيلو. آه، هو رقاق باللحمة مش لحمة بالرقاق يعني. بس كده. هتقولي لي السمن كتير؟ لا، هو الرقاق يا ولاد لازم يبقى منغنغ كده سمن. لو قللتي السمن هتبصي تلاقيه ناشف وملسوع ومنشع ومجلد، تقطمي القطمه تبصي تلاقيه بتشد في بقك، ما تقطمش معاكي وتبقى زي الغريبه وزي البسكوت كده. يعني بالمعقول، ما تكتريه زيادة عن اللزوم لكن ما تقلليهوش. الرقاق بيحب عامل زي الفطير المشلتت بالظبط، يحب السمن ويبان فيه ويبقى جميل جدا. بس كده تخلصي الصينية وتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وتحطيها على الرف الأوسط، وأول ما الوش بتاعها تبصي تلاقيه أحمر تقريبا، بتقعد بتاع تلت ساعة، وتبصي تلاقي الوش بقى أبقب كده، أب من فوق وبقى محمر وجميل قوي. تروحي مطلعه تسلكي الحروف وتروحي قلبها على طول. حاجتين لازم اقلبهم عشان يبقوا حلوين وزي الورد كده، والوش بتاعهم متساوي. انتوا عارفيني الرقاق والكنافة، صينية الرقاق وصينية الكنافة دول احب اقلبهم جدا. بيبقى لونهم بقى حلو والوش كده تلاقيه متساوي وجميل. بس كده خلاص، الصينية هدخلها الفرن، هتقعد تلت ساعة زي ما قلتلك. هتخرج بقى هتشوفيها ايه، مش قادرة اقولك على جمال. بصي الجمال، شايفة الحلاوة؟ تحفة تحفة. بقى بقولك مبشبش ومقرمش حاجة كده، لوز العنب زي الغريبة، جميل جدا. ولازم اقلبها بقى على الصينيه العتيقه بتاعتي دي اللي مش عايزه استغنى عنها ابدا، جميله هي دي، انا مخليها عشان اقلب عليها على فكره الرقاق والكنافه. بصي الجمال بقى، بصي هو بيتقطع معاكي ازاي، تبصي تلاقيه مقرمش كده وبيتقطع معاكي بكل سهوله بقى، مش مجلد ولا بتاع. اللهم صل على النبي.
لا فعلا حلو قوي قوي قوي، عايزاكي تجربيه وهيعجبك جدا. وقولي لي بقى طريقتي عجبتك ولا لا، وقولي لي برضو لو كنت بتعمليه بطريقه مختلفه. وبرضو عايزه اقولك على حاجه، ان العصاج بتاع الرقاق مش بحط فيه قوطه يا ولاد، بيغير طعمها. القوطه دي ممكن، حتت القوطه دي ممكن احطها في العصاج بتاع المكرونه، بتاع الكوسه، بتاع اي حاجه تانية. لكن الرقاق والجلاش ما بحطش فيهم العصاج بتاعهم، بيبقى لحمه وبصل بس، مش بحط فيهم قطع قوطه ولا حاجه. بصي الجمال بقى، شايفه الحلاوه، قرمشه من بره ومبشبش كده وحاجه كده، عظمه عظمه العظمه. لوز اللوز، جميل جمال ملوش مثال. يلا بقى دوسي لايك واكتبي لي تعليق حلو، واعملي منشن